السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا مزيانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نعدلوا مع بعضياتنا سكسو. غادي نعدلوا في طنجره الضغط اولا طنجره الساعه الحمص اللي يكون مشيه خليله كامله. غادي نزيدوا عليه الماء وغادي نضيفوا عليه حتى شويه د الملح وغادي نشدوا عليه ونعملوا فوق قبوطه. موراها غادي نكونوا قشرنا هاد الخضره هذه كما موضح في الفيديو. غادي نشبر طنجره الضغط، غادي نعمل فيها شويه زيت نباتيه وغادي نزيد عليها شويه د البصله اللي عندي مقطعه صغيره صغيره. بالنسبه للعطريه اللي عملت معلقه الخرقوم وعملت معها حتى معلقه سكينجبير وعندي حتى شويه د الابزار. وغادي نضيف القليل من الملح، يعني الملح تبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو ملوحيه وكاين اللي لا. من بعد غادي نحرك هاد المكونات هادي مع بعضياتهم حتى ديك القامه مع ديك البصل مع ديك الزيت كيتخلطوا لنا مزيان. من بعد غادي نضيف الخضره، يعني الخضره غادي نبقى نضيف دابا، غادي نضيف غير بطاطا والدجاجه حيت هما كيتعطلوا لنا في الطياب. هما يعني هذا جوج الخضرات هما اللي غادي نضيفهم ملولين. من بعد ما هيدا نخلطهم مزيان، من بعد ما غادي نخلطهم غادي نعملو في قبوطه وغادي نخليهم مزيان حتى كيطيبوا شويه مع بعضياتهم. غادي نمرقهم وغادي نخلي ديك المريقه شويه تبدا تغلي. من بعد غادي نضيف عليها بطاطا حلوه وغادي نردها الطنجره هذه طيب. من بعد ما ديك الخضره بدا يدخل عليها الطياب غادي نضيف ليهم قرع خضر وغادي نضيف معاه حتى هاد قرع احمر وغادي نضيف حتى الكرنب حتى هو، وغادي نضيف هاد الربيطه هذه عندي فيها معدنوس وقزبر وغادي نردهم يطيبوا حتى كيبدا يدخل عليهم الطياب. وكنكون حكيت جوج مطيشات وغادي نزيدهم وغادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها وغادي نردها فوق البوطه. طنجرة اخرى عندي هنايا بصيله مقطعه صغيره صغيره وزدت عليها شويه زيت نباتيه غادي نضيف الخرقوم معلقه صغيره ومعلقه صغيره سكينجبير وغادي نضيف القليل من الابزار اولا الفلفل الاسود وغادي نعمل شويه د الملح على حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو ملوحيه وكاين اللي لا. ومن بعد غادي نخلط هاد المكونات هذه مزيان، غادي نخلطها مزيان مع بعضياتهم.
من بعد ما حركتهم غادي نضيف هاد الطريفات الجداد اللي عندي مغسولين بالماء وملح وشويه د الخل. انا عملت غير نص جداده. غادي نزيد هنا شويه الزعفران. من بعد عملت على لابوطه شويه ومورا ما زولتها يعني غير شويه هيدا يلا تبدل معنا ديك البصيله. غادي نعمل هنايا واحد الربيطه الربيع عندنا مخلطه يعني بين المعدنوس والقزبر ومرقتها شويه من بعد وعملتها فوق بوطه وحتى غلاولي ديك الماء. وهذا الحمص هذا هو اللي كنت طهرته معكم في الاول ديال الفيديو، طيبته في الماء وملح في طنجره الضغط. غادي نجبدو غادي نخويه هنايا في واحد البانيونه وغادي غادي نقسمو على جوج. نص ديال الكميه غادي نعملو مع هذا الجداد هذا ونص ديال الكميه من بعد غادي نوريكم فاش غادي نحتاجها. صافي رديت ديك الطنجره طيب. هنايا عندي هذا البصله هذه مقطعه شرائح رقاقين، ضفت عليها شويه ديال الزيت النباتيه وغادي نضيف عليها معلقه صغيره من الخرقوم اي الكركم وغادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال السكينجبير وغادي نضيف ايضا القليل من الابزار وغادي نضيف معلقه صغيره من القرفه وغادي نضيف ايضا شويه ديال الملح يعني ملح كيبقى على حسب الذوق. والقليل من الزعفران وغادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى ديك القامه كتدخلنا في ديك البصله مزيان. ومن بعد غادي نعملو مع البوطه على نار مهيله نخليوها هيدا على البوطه حتى كتبدا تذوب لنا هاد البصيله. وغادي يكون عندنا شويه الزبيب مغسول غادي نخويوه على ديك البصله وغادي نحركوه وغادي نزيدو عليه شويه د الماء. من بعد ما بدا كيغلي ديك الماء ديك نصف الكميه د الحمص اللي خليته قبيله غادي نضيفو على هاد البصله والزبيب. غادي نضيف عليه معلقه صغيره د القرفه وغادي نضيف عليه 4 ملاعق من السكر يعني باش تعسل لنا ديك البصله وديك الزبيب مع ديك الحمص. صافي وكنحرك هاد التفايه هادي وكنعملها على بوطه حتى كتشرب مزيان من الماء. وهنايا غادي نجيو نسكسو غادي نشبر غادي نخوي عليه شويه الزيت النباتيه وغادي نضيف عليه مليحه. بالنسبه لهذا الشيء عندي كميه سكسو عندي 1.5 كيلو. وغادي نخوي عليه شويه د الماء يعني مروبيني عادي وغادي نخلط هاد السكسو. من بعد غادي نخوي عليه واحد الكميه د الماء اللي معقوله يعني حتى كيتغطى لنا ديك السكسو بالماء ولكن ما غاديش نخليه هيدا يعني غنشبر هاد الماء هادي غادي نخوي شويه يعني ما غاديش نخليه كامل غير بحال هيدا. صافي مورا ما شربنا غادي نخليوها غير شويه نغطيوها ونخليوها شويه يشرب. غادي نبدا نعمرو هيدا في الكسكس يعني باش نردو يتبخر. من بعد تقريبا واحد بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه هيداك غادي نزولوه من ديك الكسكس وغادي نبقاو هيدا كنديوه ونجيبوه بواحد الشوكه يعني اولا فرشيطه يعني ما تخافوش
ملي كنعملوا له الزيت في الاول ما تخافوش ما كيتعجن معنا ما والو، يعني واخا يظهر لكم هيدا غير غنفركوا شويه هيدا غير بمتكه وغادي يتفك معانا. هنا من بعد ما فكيتو غادي نردو يتبخر التفويره الثانيه صافي. يعني انا السكسو ديالي كنعمل له غير جوج تفويرات وكيكون طايب معانا مزيان صافي. هذه مورا ما زولتهم التفويره الثانيه غادي نضيف عليه معلقه ونص الزبده ومعلقه السمن. يعني اللي كيفضل غير نسمه السمن يعني يعمل غير السمن، اللي كيبغي غير الزبده يعمل غير الزبده، واللي كيبغيهم بجوج يعملوا بجوج صافي. كنبقى نحركهم حتى كتذوب لنا ديك الزبده والسمن مع السكسو، حيت كيكون اصلا عندنا سخون، حيت يلاه زولتهم التفويره الثانيه. وهنايا من بعد ما كان طاب لي ديك الجداد صفيت ديك المرق اللي كان عندي وخليت غير ديك الجداد والحمص. ديك المرق غادي نخويها على سكسو، غادي نسقي به ديك سكسو صافي. من بعد ما مرقت ديك سكسو خلطته غادي نبدا نعملو في صحن التقديم اولا في الساعه اولا فيما كان عندكم. يعني مورا ما عمرت غادي نبدا نعدل هاد الخضره هادي نصفى. هنايا مورا ما ساليت بزاف ديال الخضره ديالي غادي نعمل الجداد. يعني الجداد انا اكتفيت به غير طايب، يعني كاين اللي كيبغي يعملو في الفران. وهذا ديك الحمص اللي طيبته مع الجداد كنعدلو هيدا في هاد الحاشيه هادي ديك الساعه. وعندي هنا فوق ديك الجداد غادي نعمل ديك التفايه اللي عملتها ببصل والزبيب والحمص. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه واعجاب وتعليق، ونتلاقاو فيديو اللي ماجي ان شاء الله. سلام.